اسرع اكله هتعمليها بالذات في الجو الصيف ده، مش هتقفي كتير. ممكن تعمليها غدا، ممكن تعمليها فطار، ممكن تعمليها كمان تحطيها في اللانش بوكس للاولاد. ممكن لو انتي عايزه حاجه خفيفه وسريعه هتعمليها، والولاد هيحبوها جدا جدا جدا. انا هنا خدت طماطميتين بس، انا خدت طماطمية ونص بس، وخلط فلفل رومي. لو انت عايزه تاخدي فلفل حامي هتحطيها، هيودي الوصفه في حته تانية. بس لو الولاد ما بيحبوهاش بلاش منه الفلفل الحامي. هو بس فلفل رومي او فلفل الوان. فانا لقيت عندي فلفل رومي فعملتها. اللي موجود يا بنات هنعمله. يبقى خدت طماطمايه ونص، وخدت فلفل زي ما قلت لك الوان او فلفل اخضر زي ما انت عايزه. وهنا حطيت بقى، جبت بوله، حطيت كوبايه لبن صغيره اللي هو مثلا فنجان صغير، حطيت 3 معالق من الدقيق، حطيت الطماطم والفلفل اللي انا نزلتهم، وكان عندي زيتون حطيته. عندك زيتون اخضر اسمر اللي انت عايزاه. واللانشون هتقطعيه كده شرايح وهتحطيه. طبعا انا هنا حطيت 4 بيضات. طبعا انا بحط البضايه كده في بوله الاول عشان لو بايظه او حاجه ما تبوظليش كل الوصفه او تبوظ لي الاكله كلها. حطيت شويه فلفل رومي، وحطيت شويه ملح صغيرين، ما تكتريش عشان خاطر احنا حاطين زيتون، فعشان خاطر ايه ما يملحلكيش الاكل. وبعد كده حطيت البصلايه صغيره خالص. وزي ما قلت لكم حطيت الزيت وقلب قلب بقى كله مع بعضه. ورحت جايبه بايركس او طاجن او اي صينيه عندك مش شرط، وهتحطيها فيها. وبعد كده حطيت بقى رشه موتزاريلا كده. ما عندكيش مش لازم، لو ما فيش مش مشكله، حطيها في الفرن حوالي 3 دقايق او 5 دقايق بالظبط. هتلاقيها خدت الشكل الجميل ده. وده شكلها لما طلعت اتنسفت. انا ما بصوا ما عرفتش اصلا اصورها لكم كويس، ما لحقتش، اتنسفت. اعملوها وجربوها وولادكم هيحبوها جدا، وقولوا لي رايكم في الكومنتات، وان شاء الله تعجبكم. والاحلى انها سهله وبسيطه ومش هتاخد منك وقت.